بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما كان وعدد ما سيكون وعدد الحركات والسكون. ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا في افضل حال وصحه وسلام. معانا النهارده الحاج غريب ومعانا الحاجه نادية. الحاجه ناديه كانت بتعاني من مشاكل في غضاريف الركب، خشونه، تآكل في غضروف الركبه بنسبه كبيره جدا. كمان كان عندها مشاكل في غضاريف الظهر بنسبه كبيره. كمان كان عندها مشاكل في الدوالي العنكبوتيه بنسبه كبيره جدا. الحاجه امل هنسمع منها حالتها قبل العلاج وبعد العلاج خلال 3 ايام. 3 ايام. خلال 3 ايام هتقول لنا رايها ايه في العلاج بتاعنا، وكانت مصدقه ده ولا لا. اتفضلي يا امي، قربي لنا كده وبصي للكاميرا. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كنت بعاني من مشاكل في الركبه، خاصه الركبه الشمال. ما كنتش بعرف امشي كويس، ومش الركبه وبس، والدوالي كانت فظيعه جدا، وكانت عنكبوتيه. بس ما كنتش يعني صراحه مقبله على اني اتعالج منها، لان ما كانش عندي ثقه في اي حد ان هو اتعرض لاي علاجات، لان سمعت ان هي جراحه، وانا طبعا بخاف من اي جراحات. لغايه ما عرفت بالدكتور محمد، ربنا يبارك فيه، يبارك في اولاده ويبارك في صحته كده يا رب. وطبعا بمعونة ولاد حلال عندنا في البلد، وخاصة احنا محافظتنا محافظة نائية من المحافظات النائية اللي هي البعيدة، اللي صعب ان الدكاترة توصل ليها. لكن الحمد لله يعني هي كانت معجزة ان هو يوصل لينا احنا، والمحافظة بتاعتنا اللي فيه ناس كتير في جمهورية مصر العربية ما تعرفش يعني ايه محافظة الوادي الجديد. محافظة الوادي الجديد دي يمكن في ناس كتير ما تعرفهاش فين مكانها في الخريطة اصلا. لكن الحمد لله يعني هو كرم من عند ربنا ان هو يوصل لينا لغاية عندنا، والحمد لله يعني بدأ معي العلاج في خلال 3 ايام، والحمد لله ب3 جلسات. والحمد لله يعني انا من تاني يوم او من تاني جلسة يعني الحمد ليك اولا، الحمد ربنا اولا، بحمد ربنا اولا ان انا الحمد لله يعني النهارده بالذات الجلسه الثالثه من النهارده، يعني من اول يوم كده، والحمد لله انا بصلي وانا واقفه. واهم حاجه كان بالنسبه لي ان انا اسجد في الصلاه. انا كنت ليا بتاع سنه او سنتين وانا بصلي وانا على كرسي. يعني سجدة الأرض دي بصراحة يعني أنا النهاردة أول يوم أصلي من صلاة الفجر لغاية المغرب حاليا، وأنا الحمد لله صليت ال4 صلوات، وإن شاء الله أصلي ال5 وكل الصلوات إن شاء الله بإذن الله. كنت متوقع ان ده يحصل خلال 3 ايام؟ لا طبعا مش في خلال 3 ايام اصلا. الحمد لله انا ما كنتش متوقعه اصلا. ربنا يحفظ حضرتك ويتم شفاك على خير يا رب. شكرا لك. معانا بقى الاستاذ غريب، الاستاذه امل مدرسه في التربيه والتعليم، الاستاذه ناديه في التربيه والتعليم والموجهه في التربيه والتعليم، والاستاذ غريب كان موجه برضك في التربيه والتعليم. وهو حاله معانا من الحالات اللي موجوده، هو زوج الاستاذه ناديه، بس هو لسه الكورس بتاعه ما خلصش، ولكن احنا هنتكلم عن حالة الأستاذة نادية. إيه رأيك في حالة الأستاذة نادية؟ يعني حالة الحمد لله، يعني زي اللي شفناه النهاردة إن في تحسن بفضل الله وبفضل حضرتك يا دكتور. ربنا يجعلك دايما شفاء لكل الناس، سبب في شفاء كل الناس إن شاء الله. وإحنا يعني نشكر رب ونشكر الناس يعني اللي يعني سعت لغاية ما حضرتك شرفت عندنا في الوادي الجديد. كان يعني ايه يعني عملية شبه يعني او حاجة زي كده، لكن من كرم ربنا سبحانه وتعالى ان احنا ربنا اكرم. وانا الحمد لله يعني في تحسن يعني برضه شوية، بس طبعا زي ما قال الدكتور ان ايه الكورس لسه ما خلص، وان شاء الله نعشم في الله سبحانه وتعالى ان يعني يكون في شفاء بإذن الله إن شاء الله. وبرضه المرة الثانية بنشكر الدكتور محمد الفايد، وربنا يبارك فيه ويديه الصحة والعافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يعني بتمنى لكم الشفاء من كل داء، ربنا يتم شفاءكم على خير يا رب ويحفظكم بحفظه. واحنا كان معانا من الحالات اللي كنا انبهرنا بها جدا وحصل شفاء عاجل ليها كانت الأستاذة نادية، وإن شاء الله في القريب العاجل يبقى الأستاذ غريب هو كمان إن شاء الله. ولازم نصدق إن ده بيحصل، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إن في شفاء لكل داء. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.